السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، ونسعد اليوم أيضا بذكر لكم قصة أخرى عن فضل سورة البقرة يحكيها ويرويها الشيخ خالد الحبشي حفظه الله. يقول: أتت إلي شابة كانت تعاني معاناة شديدة، وبعد أن جربت عددا من الرقى ولكن لم يأذن الله لها بالشفاء بعد، فكان لديها من الإصرار والعزيمة الشيء الكبير ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. فقررت أن تقرأ سورة البقرة في اليوم 10 مرات. هذه كبادرة جديدة، أول مرة نسمع عنها في ذلك الوقت. هذا تقريبا سمعتها قبل ما يقارب 10 أو 9 سنوات. البعض بالكاد يستطيع أن يقرأها مرة واحدة وهو يستصعب ذلك، فما شاء الله اللهم بارك. قرأتها بالفعل 10 مرات، وزال ما بها من ضر، وتفكك ما بها من الأسحار وغير ذلك، فتعافت تماما بفضل الله سبحانه وتعالى. سمع أخ سوداني أن هذه الأخت استطاعت أن تقرأ 10 مرات، قال: سأقرأها أنا رجل وسأقرأه مرة إضافية لتصبح 11 مرة. فبالفعل استطاع أن يقرأها 11 مرة. وليس هناك فرق بين المرأة أو الرجل ولكن هو يقصد أنني مفروض أكون أكثر إصرارا وعزيمة. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.